السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم من جديد في مطبخكم، مطبخ دودي وماسة. وحشتونا جدا ويا رب تكونوا كويسين. كل وقت وليه أذان وكل موسم وليه الأكلة بتاعته. وده موسم الكنافة، لو ما اتعملتش في رمضان هتتعمل امتى يعني؟ وأحلى ما فيها إنها بتتعمل بأكتر من شكل وأكتر من طريقة وأكتر من حشوة. عشان كده قررت أعمل معاكم النهاردة الكنافة بالكريمة، وأحلى من بتاعة المحلات، وطريقتها سهلة جدا جدا جدا. أنا بقطعها قدامكم دلوقتي وهوريكم شكلها وهي غرقانة كريمة، ومش هتتخيلوا هي سهلة ازاي لما تشوفوني بعملها. شايفين اساسا منظرها؟ شايفين لونها عامل ازاي؟ شايفين بقى الحشو؟ حاجة كده رهيبة، اتنسفت حرفيا. وكانت من احلى المرات اللي انا عملت فيهم كنافة في البيت. تعال اقولك بقى عملتها ازاي. الحلة بتاعتك على النار، هننزل فيها بكوبايتين سكر. وطبعا انا عايزة الشربات تقيل، فهنزل بكوباية ونص مية. يبقى كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص مية. وهقلب على البارد لحد ما السكر يدوب تماما. هفضل اقلب لحد ما السكر يختفي تماما جوه المية. كده السكر داب تماما. هولع النار وافضل اقلب برضو والنار شغالة لحد ما الشربات بتاعي او السيرب بتاعي يغلي كويس. طب هو كده ابتدى يغلي ولونه ابتدى يبقى ظاهر معانا. ابتدى اللون المميز للشربات اللي احنا متعودين عليه يظهر معانا. وابتدت وانا بحط المعلقة جواه احس ان هو بدأ يبقى سميك شوية. بدأ مش بقى سميك. هنا بقى هنزل بنص ليمونة وهقلب كويس جدا. شايفين التفاعل؟ وهنزل بكيس فانيليا وقلب كويس وغلوتين على النار. وبعدين هطفي عليه. هو كده خدله على النار تقريبا كله من بدايته لنهايته 7 دقايق. الكريمة بقى حلة، وهنحط فيها كوبايتين 2 لبن، كل ده على البارد. وهنزل على الكوبايتين بمعلقتين صغيرين سكر ومعلقتين كبار نشا. وأقلب المكونات دي كلها على البارد الأول وبعدين أولع النار. أولع النار مع استمرار التقليب لحد ما الكريمة بتاعتنا تتقل معانا. كده الكريمة تقلت زي ما انتوا شايفين. هنزل عليها بكيس فانيليا وقطعة محترمة كده من الزبدة، واقلبهم مع بعض. وكده كده من سخونة القشطة معايا الزبدة هتسيح. افضل اقلب لحد ما الزبدة تسيح تماما، وبعدين اطفي على النار. ما اطفيش وفي اي قطع زبدة موجودة، اتأكد انها ساحت تماما. وكده خلصنا تاني مرحلة، وهي مرحلة القشطة او الكريمة اللي انا هحشي بيها الكنافة بتاعتي. طيب انا جبت نص كيلو كنافه مبيتاه في الفريزر من قبلها بيوم، لان ده بيخلي عمليه تفريز الكنافه سهله لو هي متلجه. تقدري تفكيها بمقص او بسكينه، بس افضل طريقه تقدري تفرزي بيها الكنافه هي ايديكي. لما بتبقى متلجه بيبقى سهل قوي قوي عليكي انك تفصليها عن بعض وتفرزيها بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. افرزها واقطعها، افرطها بايدي يعني، افركها بايدي. وطبعا لازم 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 نلعب، بس هي كده بتساعدني مش بتلعب يا جماعه عشان انا بخاف. بتفك الكنافة معايا شطورة. فرست الكنافة زي ما انتوا شايفين، عشان كده التلاجة كانت سهلة قوي. شاطرة، ماسة بتوريها لكم اهي. هنزل بقى بمعلقتين سكر عليهم. سيبي بقى شوية دول يا قلب ماما، حطيهم. شطورة، شاطرة. ونقلبهم مع بعض. هتبقى مسكرة عشان ماسة هي اللي عاملاها لكم النهاردة. وهجيب فنجان فيه سمنة سايحة، وهنزل بيها على الكنافة، وهلف الكنافة مع السمنة كلها. طبعا هي السمنة سخنة، فهقلبها بالمعلقة الأول لحد ما تنزل لتحت، وبعدين هفرك الكنافة بإيدي مع السمنة.
هفركها بنفس الشكل او الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. اعملها كلها بالسمنه لحد ما تتشرب السمنه كلها. قلبتها كلها وبقت بالطريقه دي. هجيب بقى الفورمه بتاعتي اللي انا هشتغل فيها او صينيه الكنافه اللي انا هشتغل فيها. دي صينيه متوسطه، الحجم المتوسط. وهدهن الصينيه من تحت سمنه كتير، الكنافه بتحب السمنه يا جماعه، فما تبقيش بخيله. وبعد كده هجيب تقريبا تلتين كميه الكنافه بتاعتي، التلتين تحت والتلت فوق، مش النص بالنص. وهبتدي اوزع الكنافه. انا علشان لفه الكنافه بسمنه هتبقى سهله عليا قوي وانا بضغطها في الصينيه. ابتدي اهذب الشكل كده. شايفين بقى السمنه بتخليها سهله وطيعه معاكي ازاي في انها تنضغط بايديكي. وابتدي اكمل بقيه الكميه اللي انا عايزه احطها. واضغط بايدي كده والف الصينيه وانا بشتغل. وابتدي عند الاطراف اطلع الاطراف لفوق شويه علشان لما اجي احط الكريمه ما تخرجش بره الكنافه. شايفين المنظر؟ الطرف عالي. هجيب بقى الكريمة بتاعتي وهنزل بيها في نص الكنافة. وهبتدي اوزعها بس ما خليهاش توصل عند الاطراف عشان ما تتحرقش في السوا. عشان كده نزلت الاول بشوية صغيرين ورجعت كملت الباقي. وزعتها في النص كده وخليتها بعيد عن الاطراف بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بعيدة خالص عن الاطراف اهي. بعد كده هجيب باقي الكنافة وهرشها على الوش. وههذب بس الوش بالراحة، ما ضغطش برضو عليها علشان الكريمة ما تطلعش بره. يا دوب طبطبة بسيطة كده على وش الكنافة من فوق عشان شكلها من فوق يبقى حلو. بأطراف صوابعي كده وطبطبة خفيفة خالص. ما ضغطش عليها بقى زي ما كنت بعمل في الكنافة من تحت. احنا يا دوب بنهذب الشكل من بره بس. غطينا الكريمة كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهجيب السمنة وهبتدي اوزع على وش الكنافة من فوق سمنة. وزعنا السمنة على وش الكنافة. مشغلة الفرن بتاعك على درجة حرارة متوسطة. هتدخليها شوية وهتتابعي سواها لحد ما تبتدي تفصل من عند الأطراف، تولعي عليها الشواية من فوق وتبقي متابعة عشان ما تتحرقش معاكي. تعالوا نسويها وارجع لكم. طيب هحط المفرش السيليكون عشان المفرش المشمع ما يتحرقش. وطلعنا الكنافة من الفرن بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه. تعالوا بقى نقلبها من تحت ونشوف شكلها من تحت عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بيكون شكلها رهيبة خطيرة جميلة حاجة كده تحفة. الشربات بتاعي بقى وهبتدي اوزع عليها شربات عشان تشرب شربت الشربات معاكي كويس يبقى انت كده وصفتك ناجحة. نكمل توزيع الشربات وارجع لكم. وزعنا الشربات وبقى شكلها اخدت الشكل الرهيب اللي انتوا شايفينه ده غير طعمها فعلا احلى من بتاعة المحلات. وبكده تكون وصفتي النهاردة خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب تكونوا استفدتوا منها. بجد لو عجبتكم اتمنى انكم تضغطوا على زرار اللايك وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتشتركوا في القناة بتاعتي. كانت معاكم من جديد غادة سمير من قناة مطبخ دودي وماسة. ومن هنا لحد ما نتقابل الفيديو الجاي اسيبكم في رعاية ربنا وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.